الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي أعادت أفلام القديمة لفاتن حمامة، عملت 5 أفلام. لما سألوا نجلاء فتحي الأفلام دي نجحت فعلا؟ قالت لا، ما نجحش غير فيلم واحد بس، هو بين الأطلال اللي هي عملته باسم اذكريني. لكن إيه الفايدة من الإعادة؟ ما نعرفش. حد عارف إن فيلم أيامنا الحلوة بتاع عبد الحليم اتعاد مرة تانية بطولة برضو نجلاء فتحي؟ النهارده هنتكلم على إعادة فيلم أيامنا الحلوة بطولة نجلاء فتحي، واللي ما يعرفش يقول لي هل هو كان عارف إنه اتعاد قبل كده ولا لأ. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو. معاكم أمل في قناة أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. الفنانة نجلاء فتحي كان ليها كده موسم في الثمانينات إنها بتعيد الأفلام هي ومحمود ياسين. أغلب الأفلام عادتها مع محمود ياسين. ابعد عني، أنت ما بتحبنيش. حبيبتي ده أنا بموت فيكي. ومراتك؟ مراتي. لكن فيلم أيامنا الحلوة اتعاد مع حسين فهمي. الفيلم ده كان بطولة حسين فهمي وسمير حسني ومحمود عبد العزيز، وكان الفيلم يعني منقول تيبيكال كده الفيلم بتاع أيامنا الحلوة. احنا مش نطفش الساكن الجديد، احنا مالنا ومال الناس. بعدين تطلع كود الزار وتقلب دماغنا وما نعرفش نذاكر ونسقط كلنا في امتحان كده. طب نطفشها ونيجي نذاكر على طول. اسمع، الفيلم لما عادوه ما غيروش فيه اي حاجه، خدوه كده بكل ما هو فيه سيناريو وحوار، نقلوه بالظبط، ما عملوا اي تجديد ولا اي تغيير. ايه السبب من الاعاده احنا ما نعرفش، بس غيروا الاسامي. يعني ما خلوش عمر الشريف باسمه ولا عبد الحليم باسمه ولا سمير حسني، ده ممثل صوته حلو جدا وفي نبره كده حلوه، تحس ان هو كده يعني لو غنى كان هيبقى صوته حلو. سمير حسني ده برضو عمل دور عبد الحليم في الاذاعه في مسلسل بيحكي قصه حياه عبد الحليم، لان زي ما هتشوفوه كده صوته فعلا ونبره صوته حلوه جدا. لكن الفيلم ده هل هو نجح؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. ان الفيلم ده يعني ما سابوش اي حوار الا وعملوه بالظبط. تعالي معانا يا اختي، كلي معانا. معاكم؟ مع الولاد، ده احنا طابخين وزه تشرح هنا بقى يعني كل اللقطات اللي بتحصل في الفيلم ما فيهاش اغاني. يعني كان عبد الحليم لما كان بيعمل حاجه تفرح كان بيغني، لما حبوا ياكلوا مع بعض غنى الاغنيه الشهيره بتاعته الحلوه حياتي وروحي واقول له ايه. حلوة حياتي وروحي واقول له ايه. طبعا ليها طابع حلو وجو حلو للفيلم. الاغاني اصلا اضافت للفيلم حاجه حلوه جدا، بعكس الفيلم ده اللي هو يعتبر منقول كده نقل بدون اي اضافات، بدون اي يعني ما فيهوش اي حاجه حلوه، مش تحيز للفيلم الاصلي. دايما يبقى الاصل هو افضل من الصوره، ده يعني معروف. لكن الفيلم ده فعلا ما نجحش خالص، بعكس فيلم بين الاطلال لما قعدته نجلاء فتحي عملته اذكريني مع محمود ياسين. الفيلم فعلا كان حلو جدا، ولكن ده ما يخليناش نقول ان فيلم بين الاطلال اذكريني تفوق عليه، لا. أنت يا توأم الروح، يا منية النفس الدائمة الخالدة، يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان. مهما ومهما نأيت، عندما يوشك القرص الأحمر الدامي على الاختفاء، ارقبيه جيدا، فإذا ما رأيت نهيبه وراء الأفق فاذكريني. الفيلم برضو بين الأطلال يظل هو الفيلم فعلا الحلو. إني أذكرك ليس فقط عند الغروب، ولكن في كل وقت، في كل لحظة. إني سأنتظرك على مر الزمن، ولست أملك إلا أن آتف باسمك، وأرجو أن تذكريني كما أذكرك أنا الآن. فزي ما انتم شايفين كده اللقطات، بصوا اللقطات. حتى الست ثانية برضو دورها هو كانت عاملاه عائلة راتب، ودورها حلو عائلة راتب، لكن برضو الدور كله مكتوب زي ده، هو ده بنفس اللقطات اللي فيها حتى الكوميديا. وفي الفيلم ده بس اللي عملوه ان هم غيروا النهاية. لما بدأت تتعب نجلاء فتحي زي ما تعبت فاتن حمامة، بدأوا يغيروا في النهاية. نهاية فيلم أيامنا الحلوة زي ما احنا عارفين إنه هي ماتت لأن الثلاثة بيحبوها، لأن زي ما شفنا في فيلم أيامنا الحلوة كان كل واحد بيحلم بيها. مرة أحمد رمزي، ثلاثة أخوان زي شعر من العديم. احنا كنا قلالات الأدب أوي أوي أوي. ومرة عبد الحليم،
وطبعا الطب اللي هو البطل عمر الشريف هو اللي كان بيحلم بيها ويحبها اكتر واحد، وهي كمان حبته. الله، سي احمد ها حصل ايه؟ عمل الموشح اياه. فكانت هنا القصه ان هي تموت عشان التلاته بيحبوها، برغم ان عبد الحليم في الفيلم اتجوز بنت عمه، واحمد رمزي خلاص بقى عارف ان دي خطيبه صاحبه، وكان الموضوع يعني ماشي بسلام عادي يعني. فهنا بقى التعديل في الفيلم الثاني ان هم حبوا يفرحوا الجمهور، بدل ما احنا في اخر الفيلم زعلنا على فاتن حمامه وهي بتشد الستاره ومعناها انها ماتت، هنا نجلاء فتحي ما ماتتش، والفيلم تم يعني ان هي اتجوزت حبيبها اللي هو حسين فهمي بدون ما تموت. الفيلم بمجمله هو يعني نقل وتقليد بس مش حلو، لانه ما فيهوش اي ابداع ولا فيه اي حاجه يعني تخلي الواحد يحس ان الفيلم حتى متغير فيه لقطات معينه ولا في حوار، الحوار واحد. اللي بقى انتم ممكن تكونوا ما تعرفوش ان فيلم الخطايا كمان اتعاد. ايوه فيلم الخطايا اتعاد وعملته الممثله هند رستم. انا عايزاكم تقولوا لي فعلا انتوا عارفين ان الافلام دي اتعادت؟ انا بصراحه فيلم الخطايا ده انا اتفرجت عليه بالصدفه، يعني ما كنتش اعرف ان هو مقتبس عن فيلم الخطايا خالص، لكن لما قعدت اتفرج على الفيلم لقيت ان فيلم هو بس هنا الخطايا مغيرين برضو حاجات بقى في السيناريو، مش زي فيلم ايامنا الحلوه. ايامنا الحلوه لا، السيناريو والحوار واحد تماما ما عدا تغيير الاسامي وتغيير بس النهايه، لكن الخطايا غير حاجات في مجمل القصه، وده اللي هقوله لكم المره الجايه، وتقولوا لي فعلا حد شاف فيلم الخطايا ده وهو فيلم اسمه ايه. فيلم ايامنا الحلوه غيروا اسمه من ايامنا الحلوه الى وداعا للعذاب. معرفش هما بقى يقصدوا وداعا للعذاب هنا انه يعني خلاص هي عاشت وبقت كويسه بدل فيلم ايامنا الحلوه، ولو ان عنوان ايامنا الحلوه افضل من وداعا للعذاب في رايي، مش تحيز برضو للفيلم ولكن مناسب للقصه اللي احنا شفناها. كانت ايام حلوه ولذيذه، وكان الفيلم كله كده خفيف، وكان فيه عبد الحليم واحمد رمزي وجه جديد اول مره يمثلوا، مع ذلك الفيلم نجح نجاح كبير جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك للقناه، وتنتظروا المره الجايه فيديو الخطايا او اي فيديو تاني انا بجهز له، لكن انا برضو عامله فيديو الخطايا فيلم الخطايا وعامله فيديوهات تانية كتير. اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، وتقولوا لي تعليقاتكم ورايكم ايه على الافلام اللي بتتعاد دي، حلوه ولا ايه بالظبط. لكن انا في رايي الاصل يبقى هو الاصل مهما كان، ما اعتقد ان الاصل دايما هو الحلو مهما الصوره غلبته، ولو انها مش بتغلبه كمان. فشكرا جدا ليكم على المتابعه. جميل.